إذن يمكن أن نقول أن يزيد ذلك الزمان يزيد في هذا الزمان. التاريخ يتكرر، ولا يمكن لأي إنسان أن يبعد التاريخ أو أن يقصي التاريخ أو أن يجعل التاريخ من الماضي. هذه الحقيقة التي لا بد أن يفهمها الجميع، أن يدركها الجميع، أن يعرفها الجميع. إذن الجهاد الحقيقي، الجهاد الذي جاهد فيه الإمام الحسين، هو النموذج الأعلى، أقصى مستويات الجهاد. دافع عن الدين بنفسه، بماله، بما يملك، بعياله، بنسائه. هذا الدفاع، هذا اجتهاد من الإمام سلام الله عليه، أو أن هذا الجهاد أمر كان مطلوب؟ نحن نقول أن الإمام معصوم، وأن الإمام عليه السلام مسدد. إذن إذا كان الإمام معصوم وكان الإمام عليه السلام مسدد، إذن حركته، قيامه، قعوده، فعله، سكوته حجة أو ليست بحجة؟ نعم، لا شك أن جميع ما يقوم به الإمام عليه السلام حجة على الإنسان، كل الإنسان، على جميع الناس، على من يدرك، على من يفهم، على من يعي، على من يعلم، على من يحاول، على من يبذل. هذه الحجية قائمة على هذا الأساس. ما حدث في الماضي من أحداث إنما هو تأسيس. يعني إذا تكلمنا عن الدين الإسلامي، نحن نتكلم عن إرادة الله سبحانه وتعالى ليكون الدين هو الدين الباقي، وهو الدين الإسلامي. إن الدين عند الله الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بدين الله، جاء بالإسلام ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين، ويكون الدين حجة، ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة، ويكون أولياء الله من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأئمة عليهم السلام حجج الله على الناس. وهذه الحجية إنما هي مسألة باقية ومسألة ممتدة. إذن نقول بأن ما حدث في كربلاء قبل 1000 سنة هي واقعة من قصص الماضي؟ لا، نقول أنها حادثة مثال لما يقع وسيقع في الدنيا. إذا أتينا بما حدث
إلى آدم عليه السلام نبي الله في حادثة قتل ابنه لابنه الآخر. قابيل يقتل هابيل، والقرآن الكريم الذي جاء به النبي العظيم يذكر هذه القصة، يذكرها ليس ذكرا لأنه يريد طرح الماضي، إنما لتكون عبرة وفهم ووعي، لأن هذه الرواية القصصية القرآنية متكررة. واليوم ترى القتل منتشر في الحياة، ولذلك الله سبحانه وتعالى عالج هذه المسألة بماذا؟ فمن قتل نفسا أو النفس بالنفس. القصاص مؤدى إلى شنو؟ إلى أخذ الحق. من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. إذن من يميت نفس كأنما يميت الناس جميعا، لأن هذا القاتل قابل أن يقتل آخر وآخر وآخر إلى ما لا نهاية، لأن لا ضمير له، لا قلب له. فإذا نقول أن هذه الحوادث القرآنية التي ذكرت في القرآن إنما هي العبرة، بالإضافة إلى أنها عبرة هي مذكر لنا للحوادث التي تحدث في الدنيا. لذلك من يتأمل في القرآن الكريم يدرك أن جميع الحوادث تنعاد بشكل مستمر وبشكل يومي، يهدد الإنسان الظلم، يهدد الإنسان القتل، يهدد الإنسان البغي، يهدد الإنسان الاعتداء، يهدد الإنسان كل ما يمكن أن تتصوره هو يهدد هذا الإنسان المسكين. فنقول أن يزيدا قاتل الإمام الحسين في ذاك الزمان يزيد يتكرر في كل زمان، لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الشيء، ولكن لا بد أن لا نأخذ هذا الأمر بالعموم فنتهم الناس أو نصنف الناس أو نضع المعسكرات مقابل المعسكرات. لا، أنت كإنسان تكليفك أنت تحدده، تكليفك أنت تراه، أنت تعرف من هو يزيدك. لكن إذا كنت حسينا بمبادئه، إذا كنت حسينا بقيمه، إذا كنت حسينا بإنسانيته، إذا كنت حسينا بكرامته بعزته، وإلا إن لم تكن حسينا فما قيمة يزيد بالنسبة إليك؟ ومن يزيد بالنسبة إليك؟ لأن يزيد لم يخرج من أجل الانتقام من الحسين لأنه الحسين عليه السلام،
خرج من أجل الانتقام من الحسين، لأن الحسين يمثل تهديدا لوجوده، يمثل تهديدا لدينه، يمثل تهديدا لقيمه، يمثل تهديدا إلى كيانه. إذن يزيد قد يكون كل شخص يهددك إذا كنت على الحق، وقد يكون يزيد هو أنت، لأنك لست حسينا، لأنك لست ذا قيم، لأنك لست ذا مبادئ. فقد تكون أنت يزيد نفسك وتهدد نفسك وتظلم نفسك وتبغي على نفسك. هنا القضية بحاجة إلى وعي أكبر، شمولية، بحاجة إلى فهم مدرك، بحاجة إلى معرفة. إذا لا مجال من هذا الموقع ومن هذا الفهم ومن هذا الإدراك ألا نكون إلا حسينيين، ألا نكون إلا عليا عليه السلام، ألا نكون إلا الصادق عليه السلام، ألا نكون إلا السجاد عليه السلام، ألا نكون إلا الباقر عليه السلام، ألا نكون إلا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. هذا تمهيد إلى أن تكون شنو؟ إلى أن تكون مهدويا، قيم، مبادئ. فبالتالي ما يحتاجه الإنسان، أنت مسلم، أنت مؤمن، أنت موالي، هذه عقيدتنا أعزائي، هذه عقيدتنا، هذه مبادئنا، هذه قيمنا. إذن لا تضع يزيدا في شخص أو في فرد معين، لأن يزيد أمامك في كل مكان، الشمر أمامك في كل مكان، أعداء الإمام الحسين، أعداء أمير المؤمنين أمامك في كل مكان. هي مسألة حزبية أيها الأحبة، هي ليست مسألة انتقائية أيها الأعزاء، لا يا أحبتي، المسألة أكبر من ذلك بكثير وأعظم من ذلك بكثير، حيث أننا لا يمكن أن نصنف هكذا تصنيفات. ولذلك المسألة راجعة إلى شنو أعزائي؟ المسألة راجعة إلى الميول، شهوات، نزوات، رغبات. فلا بد أن تكون حسينا يحارب كل ذلك. ولذلك الجهاد الحقيقي أن تكون هم مثالهم، قيمهم، مبادئهم. من كان مع الله كان الله معه. عبدي أطعني، أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن بإذني فيكون. لاحظ هذه القيمة، لاحظ هذه القوة، لاحظ هذا المعنى. كيف يا أعزائي أحبتي؟ هذه المسألة هي من المسائل التي نحتاج أن نفهمها، نعيها. أنت تحارب من؟
قد تحارب نفسك، قد تبغي على نفسك، قد تؤثر الأثر السلبي على نفسك، فتكون يزيد نفسك أو لا، وتكون قاتل الإمام الحسين عليه السلام أو لا. ما خرجت آشرا ولا بطرا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. لاحظ العبارة أيها الأحبة، لاحظ كيف بدأ الإمام الحسين عليه السلام خروجه معللا ذلك، مبررا ذلك، ليس خوفا على نفسه سلام الله عليه، ليس خوفا على ملكه، ليس خوفا على عياله، ليس خوفا على شيء، وليس خوفا من شيء، إنما خشية من أن يذهب هذا الدين سدى. خشية لأن عنده أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرضين فأبين أن يحملنها، السماوات والأرضين والجبال فأبين أن يحملنها. من حملها أيها الأحبة؟ وحملها الإنسان. لكن ماذا هذا الإنسان؟ إنه كان ظلوما جهولا. لاحظ أعزائي، هذه المبادئ، هذه القيم، هذا الذي نحتاج أن نفهم. إن لم تكن حسينيا، إن لم تكن حسينا، كنت ماذا؟ كنت يزيد، وكنت غيره من أعداء الإمام الحسين عليهم السلام، أعداء الإمام الحسين عليه السلام. إذن هذه اللفتة مهمة أو ليست مهمة؟ وإذا أردت أن تحقق حسينا في ذاتك في نفسك، كيف يا ترى عامل الإمام الحسين أعداءه؟ بادئ ذي بيل. أولا أيها الأحبة، الإمام الحسين عليه السلام لم يبدأ حربا. حط في بالك، ضع هذه النقطة في ذاتك. لم يبدأ الإمام الحسين عليه السلام حربا. كيف؟ نعم، من بدأ الحرب هو من قال ائتوا به، أو قال اقتلوه ولو كان متشبثا بأستار الكعبة. وأي ظلم بعد هذا الظلم، وأي خسة بعد تلك الخسة، لأن هذا الأمر لا ينم إلا عن من لا يضع للإسلام قيمة، ولا يضع للإسلام مكان، وليس في قلبه إسلام، وليس في قلبه إنسان، وليس في قلبه احترام لأي كائن من الكائنات، فضلا عن احترامه لرب العباد. فالمسألة خطيرة. هل تريد أن تكون عبيد الله بن زياد؟ هل تريد أن تكون ظالما باغيا؟ لذلك لابد، ثم أكررها أيها الأحبة، لابد أن تكون حسينا. وهذا الأمر الواجب على كل مؤمن، كل عارف لله سبحانه وتعالى. لذلك محاسبة النفس في كل شيء، في كل تصرف،
تتصرف أمام شنو؟ مع أعدائك أيها الأحبة، مش مع أصدقائك أو أصحابك. قضية أكبر مع الأصدقاء، مع أعدائك. كيف كان الإمام سلام الله عليه يتعامل مع أعدائه؟ وراجع التاريخ، وراجع أمير المؤمنين عليه السلام كيف تعامل مع قاتله. أكرموه، وخذوه بأمر الإمام الحسين، أطعموه من طعامي. أتريد أكثر؟ فإن مات فضربة بضربة. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. أي قلب تحمله؟ سلام الله عليك، وأنت تعلم أن هذا الظالم قاتلك، وأنت تعلم أنك راحل راجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التعامل مع من؟ مع الأعداء أيها الأحبة. ما الذي جعل الحر يعود إلى طريق الصراط المستقيم وينأى بنفسه عن ظلم الإمام الحسين، وقد فعل ما فعله أيها الأحبة؟ جعجع بنساء الحسين سلام الله عليه، أخافهم، هلعوا، هربوا. لكن ماذا عامله الإمام الحسين لما رجع؟ قال له روح أنت مرتد، أو مد له اليد وقال إن تبت تاب الله عليك. وكان من أول الشهداء بين يدي الإمام الحسين عليه السلام. كيف تتعامل مع أعدائك؟ هذه عبرة. كيف تكون حسينا، ليس بالصورة أيها الأحبة، إنما حسينا حسيني، إنما مثال الحسين عليه السلام. وكيف تبعد يزيدا عنك، فقد تكون أنت يزيد نفسك، ويزيد على نفسك، ويزيد مع نفسك. هذه المسائل تحتاج إلى مراقبة، وتحتاج إلى أن نراقب أنفسنا مراقبة جيدة، وندقق ماذا يريد منا الإسلام، ماذا يريد منا الدين، ماذا يريد منا الله جل جلاله. عبارة رائعة. محاسبة النفس، مراقبة النفس، أن تكون مع الله، أن تكون عبدا لله، أن تكون حسينا وعليا عليه السلام، أن تكون مثالا كما كانوا مثال النبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا هذا الذي نحتاجه من مثال كربلاء وحادثة كربلاء، ومن ما حدث للإمام الحسين عليه السلام، ولماذا حادثة كربلاء، ولماذا الإمام خرج عليه السلام، وكيف الإصلاح، وأين يريد الإمام أن يثبت هذا الإصلاح في نفسك أيها المؤمن. إذا كنت مؤمن، وكل إنسان مؤمن، ويتكرر هذا المؤمن مئات آلاف المرات، إذا الدين يحفظ. لكن إذا كنت يزيدا ويزيد يتكرر مئات آلاف المرات، كيف الدين يحفظ؟
الحق يراد، إعلاء كلمة الله تبقى. أيها الأحبة، هذا الذي نحتاجه، هذا الذي نريده. فإذا لا تتوقع أن تكون ناصراً للإمام عليه السلام إن لم تكن حسيناً حقيقياً، إن لم تكن حسيناً، وإلا فما الفرق بينك وبين باقي الناس؟ ما الفرق بينك وبين من لا يعلم، من يجهل، سواء كان يجهل بمكانة الإمام سلام الله عليه، بما جاء به الإمام سلام الله عليه؟ هذه مدرسة أهل البيت أيها الأحبة، مدرسة تعلمنا الإباء، تضحية، تعلمنا القيم والمبادئ الأساسية الأصيلة التي تنمي الإنسان والإنسانية وترفع مكانة الإنسان والإنسانية لكي يتحقق أمر الله في إعلاء وإعمار الأرض. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.